الفيديو ده هيفيدك جدا لو انت بتدور على شقه في التجمع الخامس. باختصار شديد، لو انت بتدور على شقه في التجمع الخامس بالتقسيط ما قدامكش غير 4 مناطق بس: النورث هاوس، الحي التكميلي، شمال الرحاب، النرجس الجديده. منطقتين منهم هما الاقرب للسكن، والمنطقتين التانيين لسه قدامهم شويه. النرجس الجديده والحي التكميلي هما المنطقتين اللي اقرب للسكن، نسبه الانشاءات فيهم عاليه جدا، وكل واحده في مكان مختلف. يعني النرجس الجديده ناحيه الجزء اللي هو ناحيه جمال عبد الناصر، وناحيه ارابيلا، وناحيه النرجس. اما الحي التكميلي هو الاقرب لطريق السويس التسعين الشمالي، شارع النوادي، وكمان منطقه اللوتس وقلب التجمع. ركز معايا جدا عشان تعرف تفرق ما بين كل منطقه. احنا قلنا النرجس الجديده والحي التكميلي اقرب للسكن. النرجس الجديده متوسط الاسعار فيها 5 مليون للمتكرر و4.5 للارضي بجاردن. فيها مشكله بسيطه ان طريقه الدفع مضغوطه شويه عشان هي اقرب للسكن والاستلام. اما بالنسبه للحي التكميلي هو اهدى في الاسعار شويه، وفي نفس الوقت برضه استلامه قريب، وطريقه الدفع فيه كويسه جدا. يعني نقدر نقول ان متوسط المتكرر 4 مليون ونص، والارضي بجاردن 4 مليون. وكلمه متوسط هنا معناها ان في حاجات تحت ال 4 مليون، حاجات بسيطه، وفي طبعا اعلى من ال 4 ونص. واطول فتره سداد هتقابلك هناك هي 4 سنين ونص. اما لو انت بتدور على حاجه استثمار اكتر او مش مستعجل على الاستلام، فما قدامكش غير منطقتين، وهي شمال الرحاب والنورث هاوس. شمال الرحاب متوسط الاسعار فيها نقدر نقول 5 مليون برضه للمتكرر، ولكن 4 مليون للارضي بجاردن. تقدر تسكن فيها من 3 ل 5 سنين. عيبها برضه ان طريقه الدفع مضغوطه شويه، بس في عروض دلوقتي على فتره سداد طويله. النورث هاوس هي قريبه جدا من شمال الرحاب، واسعارها اقل شويه وطريقه سدادها كويسه. نقدر نقول ان متوسط المتكرر 4 مليون، والارضي بجاردن 3 مليون ونص. فتره السداد في النورث هاوس بتبدا من 6 سنين لحد 8 سنين. احنا كده عرفنا هنشتري في اي منطقه، بس لسه ما عرفناش نشتري مع مين، نختار اللوكيشن عامل ازاي، والمساحه قد ايه. عشان تعرف التفاصيل دي كلمني.